السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التصفية المتقدمة أو الأدفانسد فلتر الجزء الثاني. في الدرس اللي فات اتكلمنا عن التصفية المتقدمة وعرفنا ايه الفرق بينها وبين التصفية العادية وعرفنا ازاي نستخدمها، ولكن احيانا بتكون التصفية العادية او التصفية المتقدمة اللي شرحناها في الدرس اللي فات مش بتقدر تلبي احتياجي. مثال مثلا لو انا حابب يعني ايه احصل على الموظفين اللي رواتبهم اعلى من 70% من متوسط الرواتب، فبالتالي مفيش معيار جاهز من معايير الاكسل اللي اقدر استخدمه، ولا اقدر يعني استخدم التصفيه المتقدمه اللي اتعلمناها في الدرس اللي فات. لذلك بنلجا الى التصفيه المعتمده على المعادلات، وده اللي هنعرفه في درس النهارده. لكن خلينا نقول قبل ما نبدا ايه الفرق بين التصفيه العاديه او التصفيه المتقدمه اللي خدناها الدرس اللي فات والتصفيه المتقدمه المعتمده على المعادلات. في فرق جوهري لازم تعرفه. هناك كنا بنقول ان نطاق المعايير لازم يكون مكون من صفين او اكثر، وان الصف الاولاني لازم يكون موجود فيه بعض او كل رؤوس الحقول الموجوده في نطاق البيانات. واتعلمنا ازاي نحط اكتر من معيار، والعلاقه ما بينهم ممكن تكون اند او اور، وعرفنا ده يعني ايه وعرفنا ده معنى ايه الدرس اللي فات. على العكس من التصفيه المتقدمه الدرس اللي فات، الصف الاول في نطاق المعايير لازم يكون فاضي. يبقى ده اول شرط او اول فرق جوهري بين درس النهارده ودرس اللي فات. الفرق الثاني او النقطه الثانيه اللي لازم تاخد بالك منها ان المعادله اللي هتستخدمها علشان تحقق الشرط لازم تكون معادله منطقيه. يعني ايه معادله منطقيه؟ يعني نتيجتها بترجع ترو او فولس، يعني لازم المعادله اللي اكتبها ترجع لي يا اما ترو يا اما فولس. خلينا دلوقتي نعمل مثال بسيط. المثال اللي احنا هنقوله دلوقتي محتاجين نرجع او نعمل فلتر على نطاق البيانات دوت، بحيث ان هو يرجع لي كل الموظفين اللي الرواتب بتاعتهم اعلى من المتوسط. طبعا المثال ده احنا نقدر نعمله من خلال التصفيه المتقدمه اللي اتعلمناها امبارح، ولكن احنا هنستخدمه فقط للتدريب او للتعليم. زي ما قلنا من شوية ان لازم نطاق المعايير بتاع التصفية المعتمد على المعادلات يكون الصف الاول فيه فارغ. فخلينا مثلا هنعتبر ان هو ده نطاق المعايير اللي انا ايه هشتغل عليه، اللي انا محدده دلوقتي. قلنا الصف الاولاني دوت لازم يكون فاضي. هاجي في الصف الثاني وهكتب المعادلة بتاعتي. هقول هنا يساوي، انا محتاج انه يرجع لي الرواتب، يبقى اختار اول خلية في نطاق الرواتب واقول اكبر من، واكتب دالة افريج، واختار النطاق اللي فيه كل الايه الرواتب، بحيث ان هو هيعمل ايه او هنشوف هو هيعمل ايه دلوقتي. اخترنا كده خلاص، واقفل القوس واضغط انتر. طبعا قلنا ان هو يرجع لي يا اما ترو يا اما فولس. هو هنا الداله اشتغلت ازاي؟ راحت شافت الجي 10، راحت يعني شافت الجي 7 دوت اعلى من متوسط الرواتب ولا لا، ورجعت لي يا اما ترو يا اما فولس، وهكذا. ويعني وواضح ان 24500 هو اعلى من متوسط الرواتب. طيب قبل ما نجرب الداله او قبل ما نجرب المعادله، عندنا هنا مشكله نسينا نعملها، وهو النطاق الافريج لازم يكون نطاق نسبي بتاع مطلق مش نسبي. وعارفين ليه طبعا. هنضغط F4 زي ما اتعلمنا قبل كده. خلاص هنطبق المثال ده ازاي. هنيجي في اي خليه من خلايا النطاق، ونروح على قائمه داتا ونختار تصفيه متقدمه، وبيسالني او بيطلع لي مربع الحوار دوت، بيسالني نطاق البيانات هو محدد يعني بشكل سليم. نطاق المعايير بروح واحدده بالطريقه دي كده، وقلنا برضو لازم الصف الاول يكون فاضي. وبعد كده هنقول له موافق ونشوف النتيجه تبقى عامله ازاي. كده على طول عمل لي تصفيه اهوت. ده كده كل المرتبات اللي اعلى من المتوسط. طب لو انا عاوز الاقل من المتوسط، هنيجي دي نخليها اقل من المتوسط عشان نشوف الفرق ما بينهم. وهنقول مسح عوامل التصفيه. بعد كده ايه هنقول له النطاق محدد مظبوط ونقول له موافق. على طول راح حددي ناس تانيين خالص اقل من المتوسط. ده كده كان المثال السهل والبسيط اللي احنا كنا ممكن نعمله بطرق التصفيه العاديه، لكن احنا عملناه بس عشان خاطر نتعلم التصفيه المتقدمه او المعتمده على المعادلات بتشتغل ازاي. المثال بقى بتاعنا دلوقتي وهو احنا محتاجين الرواتب اللي قيمتها اعلى من 70% من المتوسط. دي هنعملها ازاي؟ هنيجي هنا بس
طبعا هنعدل في المعادلة هنا وهنكتب اعلى من او اكبر من، وهقول 70%. هقول 70%، نكتبها كده بالظبط عشان خاطر ما نغلطش، في المتوسط، واقول له انتر. بعد كده بروح امسح عوامل التصفية واعمل تصفية جديدة، طبعا نطاق محدد بطريقة سليمة، خلاص اقول له موافق. كده رجع لي الرواتب اللي اعلى من 70% من طبعا النتيجة اختلفت عن المرة اللي فاتت، اللي اعلى من 70%. طيب لو قلنا النتائج، يعني المرتبات اللي اقل من هنقول مثلا 40% من الرواتب، ونقول له نجربها كده ونشوف. طبعا النتيجة هنا كده مفيش حد اقل من 40% من المتوسط. طيب لو قلنا مثلا اقل من 50، ونشوف هتشتغل ولا لا. طيب دول كده اقل من 50% من المتوسط، يعني متوسط الراتب مثلا وليكن اكس، دوت اقل من 50% من اكس، وهكذا. تمام كده المثال دوت اقدر كمان اعمل عليه تعديل لو انا عاوز مثلا، خلينا نمسح الاول عوامل التصفيه. لو انا عاوز المرتبات او الموظفين اللي مرتباتهم اعلى من 70% من المتوسط، وفي نفس الوقت ساكنين مثلا في الكاونتري ده، هاخده كوبي واحطه في الكاونتري هنا، كنترول في، وكده العلاقه بين دول اند، يعني الشرطين دول لازم يتحققوا. في هقوم رايح هنا عامل ادفانسد فلتر ومغير نطاق المعايير بحيث انه يشمل الكاونتري، واقوم قايل له موافق، وهشوف اللي هيحصل. على طول راح اعمل الفلتر بالطريقه اللي انت شايفها دي. يعني دلوقتي بقى انت اتعلمت ازاي تقدر تعمل فلتر متقدم باي صيغه انت محتاجها. يعني لو انت عاوز تعمل تعديل مثلا، تقول اللي الراتب بتاعه اعلى من متوسط 70%، وفي نفس الوقت في الكاونتري دوت، والجندر بتاعه مثلا ميل، وهكذا. وتقدر كمان تقول الجندر ميل، او يعني تكون العلاقه بينهم وبين بعض اور مش اند. يعني لو جبت دي كده حطيتها كوبي وحطيتها لي هنا بيست، كده اصبح العلاقه بين ده ودوت اند مش اور مش اند. يعني لو قلنا كده وقلنا تصفيه متقدمه وقمنا رايحين عاملين كده اهو، قبل الاول من ايه، الاول خلينا نحدد نطاق البيانات كده، نطاق المعايير ولا ايه، كنا المفروض مسحنا التصفيه. شفت كده، كده عمل ايه اند، يعني الدالتين دول او الشرطين دول العلاقه بينهم اند، والشرط ده اور، يعني هيرجع واحد كمان، لكن الواحد دوت او الميل ده بيحقق الشرطين اللي فوق مع بعض، ان هو من الكاونتري دوت، و يعني والراتب بتاعه اقل من 40% من متوسط الرواتب، وهكذا بقى. ده كده كان الدرس الثاني او الجزء الثاني من التصفيه المتقدمه. لو عندك سؤال او استفسار سيبهولي في التعليقات، وما تنساش تعمل اشتراك في القناه. ودايما زي ما بفكرك في كل درس، ان انت عشان تتعلم الاكسل لازم تجرب بايدك وتغلط مره واتنين، وتمارس الاكسل اكتر من مره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.